أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا السائل يقول: هل يجوز قراءة الدعوات والأذكار جماعيا في كل الصباح أو المساء لتربية الصغار ولأجل أن يحفظوها؟ أعد. هل يجوز قراءة الدعوات والأذكار، أي الأدعية هنا شيخنا يقصد؟ أي نعم. أذكار الصباح والمساء هكذا؟ نعم. لا بأس ترديد أذكار الصباح والمساء بصوت مرتفع أمام الأولاد الصغار حتى يسمعوا ويحفظوا، هذا شيء جيد، هذا من التلقين وهو تلقين العلم. والأذكار مهمة جدا، لابد أن تعود الصبي والبنت على قراءتها وتعلمها وحفظها، وتراقب في ذلك وتسأله، وإذا كان لا يحسن فأنت تحصنه، إن كان صغيرا لا يحسن أنت تحصنه وتقرأ عليه شيء من الأذكار كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام مع الحسن والحسين: أعوذكما بكلمات الله التامة. فهذا دليل على أننا نحرص على أولادنا من شياطين الجن ومن العيون وأهل الحسد. كثير من الصبيان يمرضون ولا ندري سبب أمراضهم، وهذا كله بسبب العيون، الحسد. وإذا حسد الحاسد وأصاب هذا الطفل أو غيره بالعين، غالبا مع العين يدخله الجن ويدخله المس، لأنهم يتربصون، فإذا رأوا إصابة شخص بالعين دخلوا فيه. فتجد صغير أو تجد صغيرا أو صبيا أو بنتا عمرها 10 أو 7 وهي مصابة بالجن بسبب العيون. لكن لو حصنت الأولاد وحرصت عليهم لا يأتيهم شيء من ذلك، لا العيون ولا تستطيع الشياطين أن تقربهم. فحصن نفسك وحافظ على الأذكار في الصباح والمساء وحصن أولادك. نعم. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية. أحسن الله